الصراحة أنا كنت ناوي أنزل آخر جزء من مانها مانجر كيم، بس ده هياخد وقت وأنا دلوقتي بصيف يا فقير وأنت بتتفرج على الفيديو. الشر ده. عارف إن مديون ومدى على وصلات أمانة، بس ده ما يمنعش إن أطلع أصيف وأغير جو قبل ما أرجع الحبس. فده غالبا هيكون آخر فيديو في القناة، فحط لايك واشتراك عشان لما أرجع من المصيف أبيع القناة وأسدد اللي عليا. القصة دي حصلت وأنا في تانية ابتدائي، كنت بشبك لزميلي عشان يهرب من على السور، ويا دوبك برفع ايدي بس عشان انط وراه، لقيت استاذ الالعاب جاي جاري بالعصايه. للاسف ما كانش عندنا استاذة العاب، كان عندنا استاذ العاب، وعشان احافظ على الخصوصيه بتاعت مستر رأفت مش هذكر اسم المقطع ده. اول ما شفته جاي جاري جريت على الحمام، مش عشان استخبى، لا عشان عملتها على روحي. قفشنا انا واربعه زمايلي، ضرب الاول والتاني عصايتين ومشاهم، وجي عندي ضربنا عصايتين وقال جمله عمري ما انساها: ضرب ما بقاش نافع، احنا لازم نجرب طريقه تانية. ابن الحاج يبقى كريتيف عندنا، ليه بتبقى كريتيف عندنا؟ المهم فبقيت عامل زي اللي واقف على السلم، اتضربت وهيجرب معايا الطريقه الجديده. في ناس اتضربوا ومشيوا، في ناس لسه هيجرب معاهم الطريقه الجديده. انا خدت نصيبي من ده وده، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الغراب بيحاسبن معايا. والله ما دافع له حاجه يا جدعان. ودانا على المدير، خد اسامينا وبعت لاهالينا جوابات. بعد ما خلصت اليوم الدراسي كنت مروح انا وابن عمي، وحدث ما لم يكن في الحسبان. قابلت الحاج وهو راكب على المكنه، بص لي كده وقال لي: انت كنت بتهرب؟ قلت له: لا والله يا حاج، انا كنت بحاول وفشلت. انا كنت بحاول وفشلت من غير ولا كلمه. طلع يجري ورايا بالمكنه، انا اجري وهو يخبطني بالكاوتش يوقعني، انا اجري وهو يخبطني بالكاوتش يوقعني، لحد ما سففني التراب. Ladies and gentlemen, Tombstone Piledriver. ببص لابن عمي استنجد بيه، لقيته اتحول لعداء اولمبي، اخر ماراثون جاري بروح امه، سابقني بنص كيلو. الحمد لله رجعت البيت ولسه عايش. ولو عاوز جزء تاني من فضايحي حط اشتراك يا فقير، وسيب لايك قبل ما ارجع من المصيف وانزل الزنزانه.